ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهارده هيكون ريفيو عن اخر حمامات كريم انا جربتها، هكلمكم عنهم بالتفصيل. دول اخر 4 انواع. تابعوا معايا الفيديو للاخر، بس الاول اشتركوا في القناه وفعلوا الجرس واعملوا لايك وشير للفيديو. تابعوني على التيك توك والانستجرام، بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف. ويلا بينا نبتدي. طيب قبل ما نبتدي نتكلم بالتفصيل عن الانواع دي، في طريقتين لاستخدام اي حمام كريم. اول طريقه اللي بتبقى مكتوبه في كل العلب، انه حطيه بعد ما بتغسلي شعرك، تحطيه على فروه راسك وتسيبيه من 10 دقايق لربع ساعه، وبعد كده ترجعي تشطفيه. تمام، دي طريقه. الطريقه التانية والاحسن واللي جابت معايا مفعول اكتر واسرع، ان انت تحطي حمام الكريم قبل ما تبتدي تغسلي شعرك اصلا. حطيه كماسك على شعرك، سيبيه ساعه ساعه ونص انتي وتحملك يعني، وبعد كده اغسليه. الطريقه دي احسن، وبتخلي الشعر يستفيد بحمام الكريم اكتر، وبتسيبه مترطب اكتر. طبعا دي براحتك، عايزه تلتزمي باللي مكتوب تمام، عايزه تشوفي تجربي الطريقه بتاعتي اوكي، بس الطريقه بتاعتي جابت نتيجه حلوه قوي. ما تقلقيش من حططان حمام الكريم على شعرك وان انت تسيبيه. هما في اي شركه لازم يكتبوا كده على حمام الكريم كامان ليهم، لكن حمام الكريم لو قاعد على شعرك كماسك مش هيضره خالص، بالعكس شعرك هيستفيد اضعاف ما بيستفيد اثناء الشاور. هكلمكم عن واحد واحد بالتفصيل. بصوا، اول نوع واحلى نوع، احلى حمام كريم في كل الانواع دي وفي اللي انا جربتهم قبل كده، ده بتاع تري شوب. حمام الكريم ده هندي اصلي. عايزه اقول لكم على حاجه، حمامات الكريم يا ريت ما تجيبوهاش من المحلات اللي بتبقى مثلا بتبيع اكسسوارات وبتبيع مثلا بارفانات، وتلاقوها حاطه حمامات كريم وشامبوهات. حمام الكريم بلاش تجيبوه من حته انتوا شاكين فيها، هاتوه من امازون مثلا او نون او المواقع دي، او هاتوه من صفحه بتبيع. يعني مثلا تري شوب ده انا جايباه من صفحه بتبيع منتجات هندي، فانا واثقه، انا عارفه ان الصفحه دي مثلا صفحه بتجيب حاجاتها من الهند، فمفيش اي مشكله. بجيبه اوقات كتير، يعني جبت كذا علبه من امازون، انا ضامنه امازون وعارفه ان حاجتهم تمام. لكن ما تجيبوش من محل، لان حمام الكريم بيقعد على شعركم فتره، وممكن يعني وارد جدا انه يبقى مغشوش. فخلوا بالكم وانتوا بتختاروا حمام الكريم. حمام الكريم ده بتاع تري شوب زي ما قلت لكم، ده 500 مللي ب 149 جنيه. اوقات بلاقيه ب 140، اوقات بيبقى 139، بيبقى في الرينج ده من 139. اعلى حاجه شفتها ليه 150، دي كانت اعلى حاجه. حلو جدا جدا. ده هقول لكم على حاجه، ده مليان منتج مكونات حلوه جدا للشعر. ده فيه حنه، وفي ياسمين، وفي جليسرين، في حاجات كتيره جدا ونباتات حلوه قوي. في عطر، بصوا في حاجات كتير جدا مش عايزه اشغلكم بيها. بس منتجات ري شوب كلها جميله. هعمل لكم ان شاء الله باذن الله فيديو مفصل عن منتجات ري شوب كلها، لاني جربتها كلها، المجموعه كلها تحفه. حمام الكريم ده احلى حمام كريم انا جربته في حياتي بصراحه. احلى حاجه في المجموعه دي، واحلى حاجه في اي حمام كريم انا كنت جبته قبل كده. حلو جدا، بيسيب الشعر مترطب بطريقه رهيبه، بيمنع التقصف، بيطول الشعر مع الوقت ومع كتر الاستخدام. انا استخدمته بالطريقتين، جاب معايا مفعول اكتر بالطريقه اللي انا بقول لكم عليها، ان انتوا تسيبوه كماسك، تسيبوه ساعه كده ولا حاجه، وبعد كده ارجعوا اغسلوه. الطريقه دي جابت معايا مفعول حلو قوي مع كل حمامات الكريم. فده كده اول نوع واحلى نوع بصراحه. تاني حاجه بتاع من كده، ده 800 مللي، ده كيلو الا يعني، ب 105. بصوا هقول لكم على حاجه، ده بالعسل وزيت الارجان وجنين القمح. مكتوب انه بيساعد على حمايه الشعر من التقصف. ما حسيتهاش قوي، يعني انا ما حسيتهوش قوي. اولا هو ريحته ما عجبتنيش خالص. ما استحملتهوش مثلا وانا حطاه على شعري هو بس كده، ما استحملتش ريحته، ما استحملتش ان انا اقعد بالريحه دي فتره. انا ما حبيتهاش. هي مش وحشه، بس ما كانتش مريحه ليا، ممكن تبقى مريحه لغيري يعني. انا طبعا يعني قربت اخلصه اصلا. هو حلو وكل حاجه، بس الريحه بتاعته قويه شويه، ما قدرتش استحملها.
ابتديت اضيفه في الخلطات. جربته مع صبار كان حلو قوي، جربته مع زبادي وعسل كان حلو جدا. جربته مع زيت، حطيت عليه زيت الياسمين، خلطتهم مع بعض وحطيتهم على شعري برضو كان حلو قوي. هو في الماسكات بيدي نتيجة حلوة قوي، هو كويس جدا يعني، ما بقولش ان هو وحش، بس ريحته صعبة شوية. طبعا الطريقة اللي مكتوب عليها ان هو يوزع على شعر مبلل، دي طريقة عايزين تلتزموا بيها اوكي. الطريقة اللي انا بقول لكم عليها اللي انا بحطه على شعري في الخلطة او بحطه على شعري وهو ناشف، بحس اني بستفيد اكتر. فده كده تاني نوع 800 ملي ب 105. ده يعتبر مثلا في السعر اقل سعر واكبر حجمه كبير، فهيقعد معاكي حبة حلوين فترة كبيرة يعني. ده كده تاني حاجة. تالت نوع بتاع ايفا اللي هو بالكرياتين، ده ب 270 جنيه 200 جرام. بصوا علشان يعني ايه مظلمهوش، هو عشان حجمه قليل انا ملحقتش افهمه، ما فهمتهوش، معرفش اذا كان حلو ولا وحش، لان هو اغلى نوع ب 270 جنيه وحجمه قليل جدا. حاجة ايفا كلها حلوة وصناعة مصرية، وانا بثق في حاجة ايفا كلها، ومفيش ولا منتج من ايفا فشل معايا، وهو ما فشلش معايا. بس انا لما جبته كنت اولا بستخدمه بالطريقة القديمة، بحطه على شعري بعد الشاور، اسيبه 10 دقايق واشطفه، فيمكن شعري ما استفادش منه بالطريقة دي، ملحقش يستفيد منه. وهو غالي قوي، يعني غالي مقارنة لبقية الانواع، يعني اغلى من الكريم من حمام الكريم الهندي، واغلى من حمام الكريم التاني، واغلى من انواع تانية انا جبتها هكلمكم عنها في فيديو تاني. فهو غالي وفي نفس الوقت حجمه صغير جدا. بس هو حلو للناس، اولا الناس اللي بتحب حاجة ايفا حلو ليها، الناس اللي عاملة مقاطعة وعايزة تجيب منتج مصري مضمون حلو جدا حلو. انا بس بقول ان هو ملحقش يعمل مفعول في شعري. وفي كرياتين حلو جدا، وكل الانواع دي لكل انواع الشعر، فما تقلقيش منه ايا كان شعرك. بس حمام الكريم ده ملحقتش يعني ايه، شعري ملحقش يفهمه قوي، خلص بسرعة، ومش هكرره تاني لان انا قدامي انواع ارخص واحلى وحجمها كميتها اكبر يعني. اخر نوع ده بتاع ليف ان، ده من الحاجات الجميلة جدا اللي طبعا ان شاء الله هكرره تاني، بصراحة كان حلو قوي. جربته بالطريقتين، جاب معايا نتيجة حلوة قوي بالطريقة التانية. كسبته كماسك على شعري، كنت بسيبه بالساعة والساعة ونص وارجع اشطفه، حلو جدا. 800 ملي، انا مش فاكره قوي بكام، بس هو ما كانش غالي، انا كنت جايباه من امازون، بس هو مش متوفر الفتره دي، هو ما كانش غالي. والعلبه بتاعته حلوه قوي، يعني هي تفتحيها كده تشيلي اللزق اللي بيبقى عليه، وترجعي تشطفيه تقفليه، وبعد كده بترجعي تفتحيه من هنا كده وتاخدي زي ما انت عايزه وترجعي تقفليه. علبته حلوه جدا. المنتج ده مصري برضو، فحلو مناسب للناس كلها، مناسب للناس اللي عامله مقاطعه وملتزمه بان انت لازم تجيبي منتج مصري، وحجمه حلو هيقعد معاكي فتره طويله. سعره كان مناسب، بس انا مش قادره اعرف، يعني انا مش قادره اقول لكم انا كنت جايباه بكام، انا عايزه اعرف سعره حاليا كام. هو حاليا مش متوافر في امازون، فانا معرفتش اوصل لسعره، بس هو كان سعره كويس. افضل نوع في كل ده بصراحه للامانه بتاع تري شوب، المنتجات الهندي انا اثق فيها جدا وبحبها جدا، فهو حلو جدا ولكل انواع الشعر، وعلى طول موجود، على طول متوافر يعني. يعني السعر وسط ب 139 جنيه وسط، بس حلو جدا. هيعمل معاكي مفعول سريع لو انت شعرك بايظ خالص وتالف خالص وعايزه تدوري على حاجه سريعه مفعولها سريع، ده هيعمل معاكي مفعول سريع، ما تقلقيش خالص، هيعالج الدنيا بسرعه. المنتجات الهنديه بتبقى حاجه حلوه جدا وموثوق فيها لاي نوع شعر، وعندنا الاتنين دول منتجات مصريه وحلوه قوي قوي، الاتنين دول حلوين جدا. انا بس قلت لكم ان ده عيبه انه غالي قوي، وفي نفس الوقت بس حجمه صغير، يعني هيخلص معاكي بسرعه. بكده يكون الفيديو خلص، يا رب يكون عجبكم. ده ريفيو سريع عن اخر حمامات كريم انا جربتها لشعري، دول كانوا اخر 4 انواع.
في حمامات كريم جديده انا جايباها، عايزه اجربها، لاين كده جديد هجربه وان شاء الله هكلمكم عنه بالتفصيل. تاني حاجه ان شاء الله الفتره اللي جايه هننزل مع بعض نشوف اللبس والاسعار، لان في الفتره اللي جايه الكام يوم الجايين دول تقريبا في اوكازيون، فهننزل هوريكم المحلات، هنلف مع بعض هنشوف اللبس اخباره ايه والاسعار اخبارها ايه. كمان ان شاء الله قريب برضو في ريفيو عن انواع عن الشنط اللي انا جبتها. جبت شنط كتير الفتره اللي فاتت فجمعتها لكم كده في فيديو واحد. جبت حاجات من القاهره وحاجات من اسكندريه، هكلمكم عنهم وهفرجها لكم يعني ان شاء الله، وان شاء الله ننزل نلف مع بعض في المحلات الفتره الجايه. يا رب يكون الفيديو عجبكم، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تنوروني بالاشتراك وتفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو، وتتابعوني على التيك توك والانستجرام. بسيب لكم اللينكات تحت في صندوق الوصف، وتكتبوا لي في الكومنتات حابين تشوفوا ايه الفترة الجاية. اشوفكم على خير في فيديو جديد، مع السلامة.